واحد دوسني على حكاية كيفاش تصير عملية التحايل بالطريقة هذيا نتاع مجلة باسم الشركة المدنية. دوك هما مرات فما بعض أجانب، حاسيلو يتصلوا بهم التوانسة ويقولوا لهم مثلا أيا بيعونا، يجيو حاسيلو هاك الأجانب هذوك يبعثوا تنبيه للسكان، يقولوا لهم عندك في يدكم عام باش تكونوا شركه مدنيه وش تشريوا العقار هذاك. بالطبيعه هي شنو تصير العمليه؟ فما يصير تعيين خبير عدلي يدور على كل دار، على كل ابورتمان ويقيسوا ويحدد، مثلا نقولوا كل واحد مثلا لازم يخلص 50 100 مليون، ولازم في ظرف عام معناتها يكونوا الشركه العقاريه. لازم في العام هذاك يصبوا الفلوس في الخزينه العامه ولا يعطيوهم للشركه المالكه. كان ما يعملوش الاجراءات هذوما يفقدوا حق البقاء والشراء. يكون هذاك اللي محضرينه يولي ياخذ العقار هذاك، ياخذ البلاصه هذاك ويخرج السكان الاصليين اللي كانوا يسكنوا اليوم 100 سنه. وهذا لنا ديما شنو يصير، خاطر السكان اللي بداوا في تونس العاصمه، السكان اللي يسكنوا تلقاهم اولا ساعه مش فاهمين القانون، والا حاسينو ما عندهمش فلوس، ولا تلقاه البورتمان نتاعو كاريه من تحت كاريه. دونك تفوت عليه الفرصه، لانه باش يعمل هالعمليه هذيا نتاع تكوين الشركه العقاريه وتبيعها هما المحتالين هذوما التوانسه والاجانب يستغلوا هالفرصه هذيا. انا مثلا نعرف مثلا مره بلاص في حاسيلو في شارع فلسطين، عاد فما واحد صفاقسي، هو الصفاقسي هذا عنده محل تجاري، ما حبش يشري مع الجماعه وخليهم بعثهم على خاطر هو عنده اصل تجاري. قال فاش قام نشري، هو عندي الاصل التجاري. معناتها هذا الصفاقسي هو بكل اسف معناتها الناس الكل فوت عليهم الفرصه عمليه البايع وضيع لهم حقهم في الشراء العقار هذايا، ودونك حق حاسيلو ضيع لهم حقهم. معناتها دونك انا معناتها نقول للتوانسه وقت تبدا تسكنوا في املاك الاجانب ويبعثوا لكم باش تكونوا شركه مدنيه، لازم تكونوها الشركه المدنيه بسرعه في ظرف عام، وصبوا المالك، صبوا له الفلوس، سينو تخسروا حقكم.